السلام عليكم إخواننا ومتتبعين قناة أمير سبورت 24 الإخبارية. قبل البداية نطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تدرس إدارة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ضم الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي بالسيناريو نفسه الذي تحركت به لجذب الكندي ألفونسيو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني. وأوضحت صحيفة دا أتلتيك أن السيناريو الأول يتمثل في التحرك لضم اللاعب المغربي بسعر مناسب صيف 2025 قبل عام من انتهاء تعاقده الحالي مع باريس سان جيرمان. وشدد المصدر نفسه على أن المسار الثاني هو الانتظار حتى انتهاء تعاقد أشرف حكيمي صيف 2026 والتعاقد معه في صفقة انتقال حر. وتدرج الظهير الأيمن للأسود في الفئة السنية لريال مدريد وساعد الفريق الأول أواخر سنة 2017 قبل الرحيل معارا إلى بروسيا دورتموند الألماني صيف 2018. وتجدر الإشارة إلى أن أشرف حكيمي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون أورو.